لن نرحل لن نرحل لن نرحل وسنبقى في أرضنا. ودي كانت آخر جملة قالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر القمة للسلام. والمؤتمر ده كان بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي حضر فيه 3 منظمات دولية و31 دولة عربية وأجنبية، وكان هدفه إن لازم يوضعوا حل سريع للأوضاع اللي بتحصل في غزة. وطبعا كل ممثل دولة كان ليه كلمته في المؤتمر، وكانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاحية للمؤتمر وكانت بتتلخص كده إن مصر رافضة تماما تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، وان اتفق مع الرئيس الامريكي ان يتم تشغيل المعبر بشكل دائم وبتنسيق كامل مع الامم المتحده ووكاله الاونرا وجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني. وقال ان طبعا مش هيحصل تصفيه للقضيه الفلسطينيه من غير حل عادل. وطبعا الرئيس السيسي اكد ان مهما كان الحل عمره ما هيجي على حساب مصر من الدرجه الاولى. ومن الكلمات المؤثره جدا كانت كلمه الرئيس محمود عباس رئيس السلطه الفلسطينيه اننا مش هنقبل بالتهجير ابدا، وهنفضل صامدين في ارضنا مهما كانت التحديات، ولازم يبقى في حل لقضيه اللاجئين الفلسطينيين بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 وبضمانات دولية وجدول محدد. وأدعو أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضوية كاملة واعتراف باقي دول العالم بيها. وقفل كلامه بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته ليه، وبعدها قال لن نرحل وسنبقى في أرضنا. دول كتير قالت رأيها وشاركت في المؤتمر، بس أنت ما خدتش بالك إن الجزائر ما كانتش موجودة. وعلى حسب المقالات اللي اتكتبت في الصحف الجزائرية إن الرئيس الجزائري رفض الحضور لأنه كان شايف إن ده تكرار لمعاهدة السلام اللي حصلت بين مصر وإسرائيل في عهد الرئيس أنور السادات، اللي هي اتفاقية كامب ديفيد. وهو قال إنه مش عايز اتفاقيات تاني، هو عايز رد قوي وحاسم على الاحتلال. وده كده باختصار اللي حصل في مؤتمر القمة للسلام. هل يا ترى هيبقى في حرب ولا سلام؟ هذا سلام فلما السلام.